الباشا حمو القزار. هذه هي سميتو في الفولكلور المغربي، اما الاسم الحقيقي ديالو فهو مالقبة محرز. سيدي حمو شارب دمو الباشا الكبير لما والتسير تاكد مضيوم عيد حمو سبتي حالي سبتي ذاتي. وعلى ما اظن ما كاينش شي مغربي عمره ما سمع هاد السميه ولا عمره دازت على عينه، وخصوصا عند عشاق قناوه. ما علينا، الباشا حمو او مالقبة محرز هو من ملوك الجيل المعمر من عهد سيدنا سليمان، وباقي حي ليومنا هذا، وهو خادم يوم الثلاثاء. وبالمناسبه كل يوم في الاسبوع كيكون حاكمه واحد من الملوك السبعه ديال الجن، واللي غادي نهضروا عليهم في الفيديوهات الجايين واحد بواحد. اما اليوم غادي نكملوا الموضوع ديالنا على الباشا حمو القزار. وكيف ما قلت لكم يوم الثلاثاء اللي هو اليوم ديال الباشا حمو هو اليوم الوحيد اللي يمكن لك تستحضروا فيه، وهذا الجن هذا راه كيحكم على 49 قبيله اللي بدورها كتحكم في 49 قبيله اخرى. وفي الطقوس ديال التحضير كيستعملوا بعض الصور والايات القرانيه، وحسب بعض الروايات الباشا حمو وخدامه كيخدموا بصورة الضحى، وهذا الشيء راه من الشركيات. حنا فقط خدينا هذه القصص على سبيل الاستئناس وتشارك المعلومه، ولكن في اطار المعقول. نكملوا موضوعنا. وبالنسبه للمواصفات ديال الباشا حمو من خلال الناس اللي فايت لهم شافوه، كاين اللي كيقول انه تسيف ليه في صفه ديال رجل ضخم البنيه، هاز معاه سيف كبير ولابس الحمر، وايده الثانيه هاز فيها القران الكريم، وحتى هو لونه احمر. وعلى حسب ما ورد في الموروث الشعبي ان الباشا حمو عنده رايه حمراء مكتوب فيها لا غالب الا الله. وبالمناسبه هو ملك حربي، ويحكى انه في العالم ديال الجن عمرو خسر شي معركه لشده القوه ديالو. نرجعوا دابا عند المجتمع المغربي ونشوفوا كيفاش النظره ديالو للباشا حمو، بحيث يحكى انه دائما كيتواجد في الاماكن اللي كيكون فيها الدم. وباش نقرب لكم الصوره شويه، اكيد تكونوا فايت لكم تصادفتوا جايبين قناوه كيغنيو، وكاينين ناس اخرين كيضربوا في راسهم، وكاين اللي كياكل الدرق، وكاين اللي كيشرب المسخون، وجايبين معاهم حتى شي ثور باش يذبحوا في طقوس شيطانيه لتحضير هاد الجن. وهاد الطقوس هادي راه كلها شركيات، والمسمى الشعبي ديالها في المغرب هو الليله. وهاد الطقوس هادي ضروري ما يكون حاضر فيها واحد الشخص اللي هو المقدم، واللي كيلعب دور الوسيط بين الجن والانس. وفي هاد الطقوس هادي كيتقدموا هدايا اللي غاليه شويه، منها بخور اللي الثمن ديالو تقدر تسمعو يصدمك، منها ذبيحه واللي كتسمى القربان، وبزاف ديال الحوايج اخرين. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كاينين بعض الناس اللي كيدعيو على انهم مملوكين من طرف هذا الجني او قبيلته اللي معروفين باسم بنو احمر، وهادو كيصنفوهم اصحاب علوم الطاقه اللي متعمقين في هذا المجال انهم تابعين اللون الاحمر اللي كيجي من وراء اللون الاسود، وعلى حسب قولهم هو لون الشهوه، الغضب، الشغف، القوه والانتصار. وهادشي اللي قلت لكم راه غير بدورو خاصو فيديو باش نقدر نشرحه لكم، وكل لون وشنو كيعني ولاش كيرمز. ولا بغيتو ندويو عليه بطبيعه الحال خليوها ليا تحت في التعليقات. وباش ما نهربوش من السيجي ديالنا بزاف ونبقاو مركزين على موضوعنا، هناك بعض الروايات كتحكي انه الباشا حمو كيقصدوه ناس من مختلف الفئات الاجتماعيه هنا في المغرب باش يقضي لهم الاغراض الاداريه اللي لقاو فيها شي مشكل، وبمجرد طلب العون ديالو فراه هو كيستجب وكييسر لهم الطريق ديالهم. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه ماشي الهضره ديالي انا، حيت انا بطبيعه الحال ما عنديش شي تجربه شخصيه مع شي واحد من هاد الملوك هادو، وكندوي فقط على الشهادات ديال بعض الناس اللي قالوا على اساس انهم كانوا فايت لهم تواصلوا مع هذا الملك الجني، وانه فايت قضى لهم شي غرض من الاغراض ديالهم. وبطبيعه الحال هذا الشيء راه من الشركيات، وانه اي شخص منا استعمل هذا الشيء فراه المصير ديالو هو جهنم. على كل حال الباشا حمو القزار الحقيقه ديال الوجود ديالو من العدم ديالو لا يعلمها الا الله، وهو فقط واحد من 7 ملوك الجن اللي اختاريت انني ندوي لكم عليهم، وباقيين 6 ديال الملوك اخرين اللي غادي نركزوا على كل واحد فيهم في فيديو بوحده. خليكم على القرص، هذه فقط حلقه واحده من بزاف ديال الحلقات اللي غادي يكونوا متعلقين بالعالم ديال الجن. كان معك سيمو دايزر. الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك، كومونتير، بارطاجي الفيديو مع اصحابك. تهلا.